انا دلوقتي هكلمكم يعني يا ستات، انا بكلمكم كراجل وبفهمكم الحته دي الراجل بيكون بيفكر فيها ازاي، عشان تكونوا فاهمين احنا شايفين الموقف ده ازاي. الراجل اللي بيقول انا مش عايز اتكلم دلوقتي عشان كلامي ممكن يكون مش كويس او رد فعلي ما يعجبكيش، هو هنا خايف عليكي انتي. انتوا للاسف بتكونوا في بعض الاحوال عايزين الحل دلوقتي. بعض الاحوال لما بيكون الراجل وصل لغضب لدرجه معينه، لو رد عليكي دلوقتي هيبوظ الدنيا، هيجتاحك بمعنى الكلمه، مش هيبقى شايف حاجه قدامه. ففي بعض الرجاله بيقول لك لا، طب انا عايز اهدى الاول وبعد كده نقعد نتكلم. اذا لقيتي ان الراجل اللي معاكي بيقول لك انا عايز اهدى وبعد كده نقعد نتكلم، سيبيه يهدى وارجعي كلميه. لكن مبدا انك تكوني معتقده ان هو بيدي لنفسه مبرر، لا. هو لما بيقول لك سيبيني اهدى هو خايف من رد فعله. عمري ما اقول ان الراجل المفروض يقول لك كلمه وحشه، ان هو يقفل في وشك، انه يتعامل معاكي بطريقه غلط. مش ده اللي انا بتكلم عنه. انا بتكلم ان اذا وصل لحاله من الغضب انه مش قادر يتكلم وقال لك سيبيني اهدى شويه، سيبيه يهدى شويه. اهلا بيكم، معاكم احمد الحارس، وهنا بنتكلم عن ازاي تحسنوا من العلاقه كل يوم عن اللي قبله. استمتعوا بحلقه النهارده. كنا دايما بنقول ان آفة العلاقات هي الإنكار. ماشي. طلع لا، ان في آفة تانية. آفة العلاقات هي التبرير. ماشي. سواء الإنسان بيبرر لنفسه ايوه. أو بيبرر للي قدامه. ماشي. حد بيتعرض لشخص مش كويس أو الطريقة في التعامل مش كويسة، فيبتدي يبرر له، يقول لك لا أصل ده بيتصرف كده أصله مضغوط، أصل بيتصرف كده أصل هي عصبية، بيتصرف كده أصل هو ما خدش حنان وهو صغير فما بقاش عارف يديه فبيعاملني بالطريقه دي. او ان الشخص يبرر لنفسه، انا والله انا بعملها تمام. بالطريقه ديت لاني انا شايف ان دي الطريقه اللي المفروض الست تتعامل بيها. انا بتعامل معاه كده عشان كل الرجاله خاينه، فانا في تجربه حصلت قدامي، فانا لازم ابقى حاطه عيني في وسط راسي. ماشي. التبريرات اللي بتبقى كفر لغليان تحت، او ان حاجه تحت مش كويسه، هي دي بتبوظ الدنيا. ايه ماشي. اشهر التبريرات؟ طيب هي قبل بس ما نبدأ بكده احنا عايزين بس نفرق ما بين حاجتين. في فرق ما بين التبرير والتقدير. يعني ايه؟ مثلا انت لسه ضاربه مثال، بتقولي ان ممكن واحد كان مر بحاجه معينه، فبسبب انه مر بالحاجه دي جاي بيتعامل كده، والطرف التاني فاهم ده، فمقدر له الحته دي. هو مش بيبرر له، ولكن على الاقل هو متفهم ان فلان او فلانه جايين من الحاجه دي اللي مخلياهم دلوقتي بيتعاملوا بطريقه مش بالضروره تكون احسن حاجه. فانا هنا متفهم هو جاي منين، لكني مش ببرر له. لان التبرير المشكله بتاعته انه بيشيل من على الطرف اللي عمل الغلط ان هو غلطان اصلا. يعني مثلا لما انا اجي ابرر لحاجه انا عملتها، انا هنا عايز اقول ان اللي انا عملته ده انا مش غلطان فيه، حتى ولو كانت الحاجه نفسها غلط. عشان كده التبرير بيشيل المسؤوليه عن الشخص اللي عمل الحاجه الغلط. اما بقى الحته التانيه اللي هو شخص متفهم انا عملت ده ليه، لما بيجي يكلمني بيقول لي خلي بالك انت كنت غلطان، بس انا متفهم انك كنت مثلا زي ما انت قلتي من شويه كنت مضغوط. يعني مثلا واحد ومراته اتخانقوا وهو على غير العاده طلع فيها طلعه غير مبرره، هي سكتت وعدت الدنيا. بعد كده لما جت تعاتبه قالت له ايه؟ قالت له انت كنت غلطان ولا اساسا انت مش غلطان؟ لا، قالت له انت كنت غلطان في كذا، ولكن عشان انا متفهمه انك ممكن تكون في الوقت ده كنت مضغوط، فانا عديت الموضوع. طب لو الموقف ده ابتدى بقى يتكرر، او ان ده اسلوب اتيتيود من الاول خالص، فالشخص عشان انا اكمل معاه لازم فبقول اتحمله فببرر دايما، لنفسي ببرر لنفسي ان انا ايه، بقى. ان هو عشان كده، عشان هو مر بازمه معينه، طيب فايا كان ماشي. حاجه تحصل فانا ببرر له ان هو ده بيعمل كده، حتى الى لو ما لا ان انا نهايه. ما هو بقى للاسف. ما هي اذا الى ما لا نهايه يبقى انا بحب الالم، انا مبسوط ان انا بيتعمل فيا كده، وبدي لنفسي المبرر ان انا راضي بده، عشان زي ما انتي قلتي اصل فلان مر. طب فلان بيعمل اي حاجه تخرجه من المشكله دي عشان ما يبقاش بيأذيني؟ لا. طب هل انا بساعد فلان ده ان هو يتغير في الحته دي عشان برضه ما يبقاش بيأذيني؟ لا. يبقى انا كل اللي انا مبسوط بيه ايه هنا؟ ان انا مبسوط ان انا اكون ضحيه. انا حابب ان انا يبقى حد بيعاملني وحش عشان اطلع اقول للناس انا الحلو الجميل الكيوت اللي مع ان فلان بيعاملني وحش لكن انا بعامله كويس. فانا عايز اعيش في دور الضحيه لمجرد ان انا مش عايز اغير اي حاجه. نفس الطريقه برضو الراجل اللي بيبرر تطاول مراته عليه، او تقليلها منه، او عصبيتها او نديتها، بان هي ايه، اصل هي اتربت بطريقه معينه، اصل هي عندها ازمه نفس نفسيه الكلام. معينه. بصي انت قلتي 4 حاجات فيهم حاجه بس هي اللي ينفع ان واحد يعديها. يعني انت قلتي تقلل منه، تقل تقديره، او تتعصب، او تكون نديه.
الحاجه الوحيده من الاربعه دول اللي صح ان هي تتعصب. هي ممكن تتعصب عادي، هي بني ادمه وممكن تتعصب، لكن ما ينفعش ابدا تكون نديه ليه، ما ينفعش ان هي تقلل من قيمته او تقلل تقديره. ففي كل يعني في الاحوال ناس ايا كان ده غلط. التبريد ده بحس ان هو المسكن اللي بيخلي بني ادم يقدر يقعد في سنين طويله في وضع لا يرضي اي حد. لا هو مش بالضروره يكون التبرير اللي بيخليه قاعد، بس ساعات بيكون فقد الامل، اللي هو مفيش اي حاجه هتتغير، حتى لو انا حاولت مفيش حاجه هتتغير، حتى لو انا قلت مفيش حاجه هتتغير. ودي برضو من المشاكل اللي ناس كتير بتقع فيها، اللي هو انا كده كده مفيش امل من اللي انا بعمله فانا مش هعمل. بيحس ان هو عاجز عن اي شيء حواليه، هو ما بيقدرش يعمل اي شيء. الكلام ده برضو بالنسبه للرجاله والستات الاتنين بيقعوا فيه للاسف. بيحس ان انا مهما اخدت اي خطوه مفيش حاجه، لان انا يا اما هكون بشتغل لوحدي، يا اما ان الطرف التاني مش عايز يساعدني لانه مبسوط بالوضع اللي احنا فيه. فانا بحاول ان انا اسكن نفسي بايه، ان انا اكدب على نفسي بقى، اقول اصل هو بيعمل كذا عشان كذا وكذا، اصل هي بتعمل كذا عشان كذا وكذا. طيب هل الطرف التاني ده بياخد اي خطوه؟ لا. هل انا بحاول اساعده ياخد اي خطوه؟ لا. هل انا نفسي باخد اي خطوه؟ برضه لا. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ ابرر الكلام ده قدام عينيا عشان اعيش دور الضحيه اللي اكون انا مبسوط بيه قدام الناس، ان انا اللي بيتم التعامل معايا بشكل وحش، ولكني في نفس الوقت بقدر ان انا اتعامل. على طول احس ان انا اللي مظلوم. طب الشخص بقى اللي بيبرر لنفسه، تمام، اللي بيبرر نفسه ده تملي غالبا الغلطان. يعني مثلا في نفس المواقف اللي انت بتقوليها، هي قللت منه في الكلام وبررت لنفسها ان انا كنت مضغوطه. لا، ما ينفعش. انت لا قدر الله مديت ايدك وبررت لنفسك ان انا كنت غضبان، برضه ما ينفعش. واقصد بمديت ايدك ان انت بتضربها ضرب كانك بتضرب راجل، مش زي ما ربنا بيقول، عشان الناس اللي بتحب تصطاد في الماء العكره. فما ينفعش ابدا ان انت تيجي تقول انا عملت عشان فلان عمل. لا، انت المتحكم الاول والاخير في اي رد فعل ليك. فما تجيش تضحك على نفسك وتبررها لنفسك سواء راجل او ست، وتقول اصل انا عملت لانك عملت. كل حاجه ليها رد فعل، ده طبيعي، لكن تحمل نتيجه رد فعلك زي ما انت عايز الطرف الثاني يتحمل نتيجه فعله. زي ما الطرف ده استفزك وهو غلطان، يبقى انت لما ترد الاستفزاز بحاجه غلط نقول لك انت كمان غلطان. فما ينفعش ابدا ان احنا نسكت، لا في رد الفعل الوحش ولا في الفعل في حد ذاته الوحش. طب لو شخص مع حد هو طول الوقت بيبرر لنفسه، اللي هو انت عملت كده ليه؟ لا اصل انت نرفزتيني، انت عملت، انت قلتي مني ليه؟ اصل انت ما بتقل مني قدام الناس، اصل انت ما بتراعيش، اصل لو احنا بقى معانا مع الشخص اللي طول الوقت هو شبه مش شايف نفسه غلطان، اخترناه ازاي؟ ما احنا بساعات بقى بنختار بقى ما بنفكرش يعني. طيب ماشي، خلينا نجيبها بنفس الطريقه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا امشوا بنفس الخطوات اللي ربنا قال عليها. يعني الكلام اللي موجود ان لو الست هي اللي بتغلط الراجل بيتعامل معاها ازاي. خدي نفس الكلام ده بقى، بس هاتيه بالخطوه الاخيره اللي هو ايه؟ هاتي كبيره. لو انت اللي بيتم الغلط فيكي، او هو اللي بيتعامل معاكي بطريقه وحشه وفي نفس الوقت بيبرر لنفسه ويدي لنفسه اعذار اصل هي اللي بتعمل، هاتي كبيره واقعدي اتكلمي معاه. ده على افتراض ايه؟ ان انت حاولتي معاه كذا مره ومفيش حاجه اتغيرت، لان ما ينفعش ان على طول ننط ان احنا نكلم الناس واحنا نفسنا ما عملناش اي شيء. فاذا وصلتي لمرحله ان انت بتكلميه ومفيش حاجه بتحصل، هاتي كبير. وانت يا ابن الحلال المفروض ان انت تمشي زي ما ربنا بيقول لك، اعمل بنفس الخطوات اللي ربنا بيقول لك عليها. لقيت بعد كل ده مفيش اي حاجه، هات كبيرها، اللي هو نفس الايه اللي بتتكلم حكم من اهله وحكم من اهلها. طب لو قلنا بقى ان في ناس لسه بتلحق نفسها في الخطوبه، يعني ايه؟ ان هي واقعه مع شخص هو طول شافوا الوقت الحاجات دي. يعني هي مثلا بتتكلم معاه فيقفل السكه ومش بيتكلم بالثلاث ايام. ليه؟ اصل انا لو رديت عليكي دلوقتي هغلط. لا معلش، اصل انا ده ما ينفعش. اصل انت نرفزتيني. انا لسه هقول اهو، اسمعيني. المثال ده ما ينفعش يتاخد على التبرير اللي احنا بنقوله. ليه؟ انا دلوقتي هكلمكم يعني يا ستات، انا بكلمكم كراجل وبفهمكم الحته دي الراجل بيكون بيفكر فيها ازاي، عشان تكونوا فاهمين احنا شايفين الموقف ده ازاي. الراجل اللي بيقول انا مش عايز اتكلم دلوقتي عشان كلامي ممكن يكون مش كويس او رد فعلي ما يعجبكيش، هو هنا خايف عليكي انتوا للاسف بتكونوا في بعض الاحوال عايزين الحل دلوقتي. بعض الاحوال لما بيكون الراجل وصل لغضب لدرجه معينه، لو رد عليكي دلوقتي هيبوظ الدنيا، هيجتاحك بمعنى الكلمه، مش هيبقى شايف حاجه قدامه. ففي بعض الرجاله بيقول لك لا طب انا عايز اهدى الاول وبعد كده نقعد نتكلم. اذا لقيتي ان الراجل اللي معاكي بيقول لك انا عايز اهدى وبعد كده نقعد نتكلم، سيبيه يهدى وارجعي كلميه. لكن مبدا انك تكوني معتقده ان هو بيدي لنفسه مبرر، لا، هو لما بيقول لك سيبيني اهدى هو خايف من رد فعله.
عمري ما اقول ان الراجل المفروض يقول لك كلمه وحشه، ان هو يقفل في وشك، انه يتعامل معاكي بطريقه غلط. مش ده اللي انا بتكلم عنه. انا بتكلم ان اذا وصل لحاله من الغضب انه مش قادر يتكلم وقال لك سيبيني اهدى شويه، سيبيه يهدى شويه. وانت يا ابن الحلال ما تسوقش فيها. يعني هي قالت لك سيبيني اهدى، مش هتسيبك 9 سنين بتهدى. لا، انت المفروض تقدر ان انت تسيطر على نفسك في خلال، نقول يوم، تاني يوم اقعد واتكلم وحل المشكله. لان الموضوع ده لو تفاقم مش هنخلص، هيفضل الموضوع ده دائما وابدا. فدي بعيده شويه عن حته التبرير. طب لو شخص مثلا بيغلط في الخطوبه حلو. وبيبرر بده ان هو في ناس بتبرر بده مثلا ان هي طبيعه شغلها بتتعامل مع ناس، ده طريقه الكلام ما بينهم، طب انا مالي ومال الشغل؟ فانا ما عايزه، انا خلاص انا لساني واخد على الكلام ده، او ماشي. لساني واخد على الطريقه دي، حلو انت قوي. لازم تستحمليني لان دي طبيعه شغلي. لا بالعكس، انا مش محتاجه ان انا استحمل طبيعه شغلك. يعني ايه؟ انت المفروض بتعامل الناس بطريقه معينه. لو انت هتعاملني زي ما بتعامل الناس، هل انت تقبل ان انا عاملك زي ما بعامل صحباتي؟ لو انا بتكلم مع صحباتي بطريقه معينه وبكلمهم على طول بالطريقه دي، ودي بقت الطريقه العاديه بالنسبه لي، هل انت هتبقى مبسوط لما اتعامل معاك بنفس الطريقه؟ اكيد لا. اكيد لا. خلاص، يبقى ما ينفعش ابدا ان انت تيجي تقول اصل بسبب طبيعه شغلي انا بقيت بعمل كذا وكذا وكذا وانت لازم تتحملي. لا يا ابن الحلال، انت كراجل عندك القدره ان انت تفصل شغلك عن بيتك، زي ما انت عايز مراتك تفصل ما بين بيتها عن صحباتها واهلها. صح ولا لا؟ اهو. يبقى ما ينفعش ان انت تيجي تطلب منها حاجه انت نفسك مش عارف ان انت تعملها، وحاجه فعلا مطلوبه منكم انتوا الاثنين. ليه بتك على الحته دي؟ لان في حاجات ما ينفعش الست تطلبها من الراجل لانها مش مطلوبه منه، زي ما في حاجات ما ينفعش الراجل يطلبها من الست لانها مش مطلوبه منها. لكن اللي انا بتكلم عليه حاجتين او حاجه مطلوبه من الاثنين، فانت عايزها ان هي تكون بتعاملك كويس، انت كمان تكون بتعاملها كويس. ما تقولهاش ابدا اصل انا متاثر بسبب الشغل فباجي اتعامل معاكي كاني بتعامل مع الناس. لا، هي مش واحد صاحبك. افهم دي كويس قوي. في برضه من اشهر التبريرات، البنات دي زمايلي في الشغل، هي بتعترض، هو طب قولي اتفق الاول. معاها ان هو انت مش هتحطي ناس عندك، حلو. فهي خلاص هنجيب الطريق ان هي ارتضت بده. حلو. بس بتتفاجئ ان هو عنده بنات لا، كتيره غلطان. ضيفها، غلطان. دول بناتي في شغل، دي طبيعه شغلي، انت لا، غلطان. انت اللي مش شايفه، زمايلك. انت اللي مش واثقه في نفسك. لا لا، كدب كدب، كل ده بيكذب بيه. زميلاتك في الشغل هم في الشغل، مفيش اي مبرر ان انت تيجي تقول زميلتي في الشغل فهي عندي على فيسبوك. ده مفيش الكلام ده كدب، انت بتكذب على نفسك، واحنا كرجاله عارفين ان انت كذاب. فانا بقول لمراتك دلوقتي انت كذاب، اللي انت بتقوله ده مبرر لنفسك بس، لان انت كراجل لا ترضى ان يكون هي عندها. وانا عمري ما قلت ان اساسا ينفع يكون عندها، وبالتبعيه انت كمان ما ينفعش يكون عندك. فما تصيعش بالله عليك، لان احنا كرجاله فاهمين اللي انت بتعمله. يعني دايما بيتقال برضه في جمله كده، لا انت مش هتعملي نفسك بيا. ايوه انت اكيد لا، ما طبعا، هي تحطيش مش عامله عندك، نفسها بيك. انت ما تحطيش كده عندك، لان دول مش لا، لكن انت ما تساوينيش، انا ده شغلي وانا هي حاجه من متحكم، اتنين. انا الراجل، انا اللي بتحكم. ثانيه واحده بقى، هي دي حاجه من اتنين. يا اما انت بترضى بالحاجه الغلط فالمفروض ان انت تسمح لها تعمل اللي انت بتعمله، يا اما انت بترضى الحاجه الغلط في الناس اللي ما يخصكش. يعني بترضاها في اهل الناس لكن ما بترضاهاش في اهلك. لو افترضنا الحاجه الاولى فانت اسمك ديوس، لو افترضنا الحاله الثانيه فانت اسمك واحد ما بتخافش على اعراض الناس. فالمفروض بنت الحلال اللي قاعده معاك في البيت دي تقول لك يلا نفترق، لان انت زي ما بتخافش على عرض الناس هيجي اليوم اللي ما تخافش على عرضي. فما تكدبش على نفسك، ما تقولش اصل انا ما ينفعش ان انت تقولي لي حاجه انا قايل لك عليها. احنا لسه قايلين ان الحاله دي تنطبق على الاثنين، فما تجيش ابدا تسول لنفسك ان لا اصل انا راجل اقدر اعمل واسوي ودول زميلاتي في الشغل. لا يا ابن الحلال، انت بتستعبط وكلنا عارفين ان انت بتستعبط. زميلاتك في الشغل حدودهم معاك في الشغل. فيسبوك ده لاصحابك الرجاله او لقرايبك، ما دون ذلك انت بتستعبط. وقرايبك بالمناسبه كمان مش بالضروره يكون فيهم بنات، فما تصيعش. برضو من ضمن برضو الحاجات اللي بيترد عليها، طب دول ناس عندي انت متضايقه ليه؟ انا ما بكلمهمش وما بعملهمش، انت هتعملي مشكله وعايزه تعملي لي مشاكل مع الناس. لا خالص، انا مش عايز اعمل لك اي مشاكل. ما انت لما انا مش عايز اعمل لك اي من مشاكل عند فلانه، او ان انا اشيل فلانه اللي بقالها معايا سنين، فانت كده ايه بقى لها معايا سنين؟ معلش هو بنت خالتي بقى، قريبتي، زميلتي، كنا في شغل مع بعض، واجي بقى اقول بقى لما تخشي انت في حياتي، او انا ابقى ماشيه ابقى ماشي بشورتك ان انت لا انت مش ماشي ثانيه حلوه قوي. ايوه انا عجبني الكلمه دي، لان فعلا
في بعض الناس بتستخدمها. انت مش ماشي بصورة حد، انت ماشي بالصح والغلط. لو انت كنت بتعمل حاجة غلط ودلوقتي احنا جايين بنقول لك الحاجة دي غلط فصلح يا ابن الحلال، ما تجيش تقول لي لا انا كده هبقى ماشي بشورتها. لا، انت بتمشي بالصح والغلط. ما تديش لنفسك حق هو مش من حقك من البداية. هو ما بقاش من حقك لما انت خطبت او اتجوزت، لا هو اساسا من الاول اصلا هو مش حقك. فانت كنت ماشي غلط. لما نيجي بقى نلفت نظرك ونقول لك يا ابن الحلال دلوقتي انت بقيت في واحده مسؤوله منك وهي متضايقه بسبب حاجه دي انت اساسا عاملها غلط، تيجي تقول لها لا ما تساويش نفسك بيا. هي مش بتساوي نفسها بيك، هي بتطلب منك حاجه في كل الاحوال انت كنت المفروض تعملها، لان اللي كنت بتعمله طب كان هو غلط. معلش برضو ده سؤال يمكن بره الموضوع خالص، هو ايه اللي يخلي راجل يبقى لازال محتفظ بالناس اللي عنده؟ يعني ممكن ما فعلا ما بيكلمهمش، امم بس مجرد بس ان الكونتاكت عنده بنات 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 بنات، ممكن فعلا ما بيكلمهمش. يعني هو معنى يعني ان هما ما بيكلمهمش ده يعني مش يعني ده ما بيديش اي دليل ان هما الاتنين بيشوفوا الاتنين بيشيروه صح. يعني مم. ايه؟ آه، احنا دلوقتي بقينا بنفترض ان الكلام ان انا ادخل ابعت لها رساله صح. اه. لا، انا ممكن احط بوست تعمل لي لايك احنا كده اتكلمنا. هي مم. ممكن تحط بوست وانا اعمل لايك احنا كده اتكلمنا. ما يعني تكدبوش على بعض. عدم الكلام برضو ما ما يدلش على يدلش ابدا، ان ما يدلش ابدا ان ده دليل دامغ ان انا ما خالص بعملش حاجه، انا هو ما انت خالص. تليفوني معاكي وما بعملش. البوست اللي بيضحك اللي هي دخلت ها 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 عليه، ده كده ما كلمتكش؟ لا كلمتك، انت بس اللي بتستعبط. والعكس بالعكس، البوست اللي هي حطيته وانت دخلت ها 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 ها، ده ما انت ما كلمتهاش؟ لا انت كلمتها، انت برضه بتستعبط. عشان كده انا بقول من البدايه اللي انت كنت بتعمله غلط، واحنا جايين دلوقتي بنقول لك ان ده غلط، وبنت الحلال اللي معاك مش مبسوطه بالغلط، فانت تيجي تقول لها لا ما تعمليش اللي انا بعمله. لا، اللي انت طب بتعمله اصلا طب ده غلط. بيدل على ان في غلط هنا، يعني ان في غلط في علاقه الشخص ده بخطيبته او لا، ده بمراته. بيدل على ان في كبر. ان انا عندي من التكبر اني مش قادر اتحمل حد يقول لي اللي انت بتعمله ده غلط. ده اللي اسمه كبر. ودي بتيجي على الرجاله وعلى الستات. لكن دائما في الحته اللي انت بتقوليها ان هو بيقول لها ما تساويش نفسك بيا، ده الرجاله اللي بتقولها. فانا بقول لك هي لا، عمرها الجمله ما الاشهر هتساوي. منها، الجمله ثواني بس الاشهر. عشان دي لازم تتقال. هي عمرها ما هتساوي نفسها بيك، ولكن الغلط غلط في حال وجودها وعدم وجودها. اللي انت كنت بتعمله من الاول غلط، فما ينفعش ان انت تبرر ده وتقول انا راجل اعمل اللي انا عايزه. لا يا فندم، حضرتك اذا فعلا راجل يبقى بتتصرف صح، بتعمل التصرف الصح، لان انت هتبقى مسؤول عن الست دي وهتحاسب زي ما هي هتحاسب. فطالما انت بتقول لها اعملي الصح اللي هو واحد اتنين تلاتة، وما يبقاش عندك ناس وتعملي وتسوي، وده حقك، هي كمان من حقها تقول لك ان اللي انت بتعمله ده غلط وانا مش مبسوطه بده. وبما ان انت كنت لسه بتقولي ان احنا اكتشفنا حاجه زي دي في الخطوبه، انا بقول لاي واحده ست، اي واحده ست في الخطوبه قالت لخطيبها انا مش حابه ان يبقى عندك كذا كذا كذا، قال لها لا، خلاص فركشي يا بنت الحلال. لان هو لو ادى لنفسه ده دلوقتي كبرا، بعدين الدنيا هتزيد. لو قال لك انا ما بكلمهمش دلوقتي، الشيطان اول ما هيبدا ان الدنيا تتحرك ما بينكم هيخش يلعب له في دماغه ب الف طريقه، وهيتزق عليه يعني ناس من الشيطان نفسه. مش هيتقال ساعتها ان انت ان انت مكبره تافهه. المواضيع اه. وبتركزي اصل انا عملت لايك لمين اه. وعملتي كومنت لمين. اه. قول اللي انت عايزه، زي ما انت عايزني وانت نفسك عايزني ما اروحش اعمل كذا وكذا وكذا لانه غلط. انا بقول لك نفس الكلام. ما تديش لنفسك حق انت عارف ان هو غلط لمجرد ان انت راجل. لا، الراجل المفروض ان هو بيقوم بالحاجه الصح عشان هو راجل، مش العكس. لان برضو نفس الموضوع لو هو خيرها ما بين زميلها في الشغل واصحابها الناس اللي عندها الكونتاكت وهي اختارتهم، هو بيمشي. سيبها. وانا ما ليه نفس بقى الكلمه. بتقولوا علينا ان احنا ما انا نفس هايفين الكلمه بقول لا 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 لا، ما انا نفس الكلمه بقولها. انا دلوقتي لو الراجل هو جاي بيقول لها يا بنت الحلال انا مش عايز ان يكون عندك حد، المفروض ان كذا 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 هو اللي يحصل، قالت لك لا، قول لها مع السلامه. وانت يا بنت الحلال لو لقيتي ان هو بيستعبط بالطريقه اللي احنا قلناها، وان هو عمال يقول لك لا اصل دول زمايلي وما اقدرش وما بكلمهمش وما بعملش، قولي له برضه مع السلامه. الصح والغلط ما بيتجزأش. فما ينفعش ان انت تدي لنفسك الحق لمجرد ان انت راجل. وانت يا بنت الحلال نفس الكلام. ما ينفعش ان انت تقولي اصل انت كده ما عندكش ثقه في نفسك وانت مركز لي في لايك والكلام ده كله. لا، انتوا الاثنين عارفين ان الفعل في حد ذاته غلط، فما تبرروش لنفسكم. وما نبررش، يعني ما ناخدش من الاول حد بيبرر، يعني التبرير اه، للغلط ده التبرير، ايوه تبرير الغلط هيبقى عموما بقى مشكله بعدين صح. بقى اضعاف. هيزيد يعني زي ما بيقولوا هيستفحل في العلاقه لدرجه ان احنا بعد كده هنبرر مصايب ونقول لا عادي، ما انا كده كده يعني كنت فعلا متعود آفة ابرر. العلاقات التبرير. من آفات العلاقات. آفات العلاقات كتير وممكن نبقى نعمل حلقات كتير، لكن فعلا من أصعب آفات العلاقات هي التبرير. فما تحاولوش إن انتوا تبرروا أي غلط.
بس باذن الله نكمل الحلقات الجايه. باذن الله ما تنسوش برضه اعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وهتلاقوا اللينكات في الديسكريبشن، واستنونا في حلقات جايه باذن الله. باذن الله.